انا عندي واحد صاحبي غبي قرر ان يوم الفرح بتاعه انه مش هيلبس النضاره، ودي كانت مصيبه علشان لو متعرفوش صاحبي محمود ده وهو لابس النضاره ما بيشوفش، ما بالك بقى لما يكون من غير النضاره؟ تخيل معايا ايه اللي ممكن يحصل. حاولنا نقنعه بكل الطرق ونقوله يا محمود ما تعملش كده يا ابني بلاش، وهو دماغه زي الجزمه ومصمم ان لازم يشيلها. اخر ما زهقنا قلنا له براحتك يا عم، احنا عملنا اللي علينا وربنا يسترها. قعدنا طول الفرح ماشيين ورا شمال ويمين زي المراقب في لجنه الامتحانات. الفكره بقى اننا كنا متعشمين انه هيرجع في كلامه، علشان مش طبيعي كل شويه حد يجي يسلم عليك في الفرح وانت مش شايفه اصلا ولا عارف ده مين. بس طلع توقعنا غلط وقال لي بطل تخليهم يراقبوني، عايز اتكلم مع مراتي براحتي. فقلنا خلاص الراجل عايز يعيش اللحظه نديله خصوصيته، ويا ريتني ما سبته لانه راح قعد جنب حماته وهي شبه مراته جدا وقعد يحكي معاها حبه كده، وكنا فاكرين بيتكلم معاها عن حاجه بخصوص الفرح. لقيناها مره واحده شدته من قفاه وراحت مودياه عند بنتها وقالت لها خليه هنا اوعي يتحرك من جنبك علشان ده هيودينا في داهيه. ولما عرفنا اللي حصل للاسف اكتشفنا انه كان فاكرها مراته وبيقول لها ان هم هيلعبوا استغمايه بعد الفرح، والحمد لله في الاخر اقتنع ولابس النضاره. بس بعد ايه؟